اصحى يلا اصحى، عملت لك الفطار اللي انت بتحبه. وانا من امتى امي بتعملني حاجه؟ ست الحبايب يا حبيبه، جبت لك طقم كوبايات ايه؟ الله، ده انا كنت محتاجاه قوي الطقم ده. بص السجاده دي ب20,000 بس، يا بلاش. عارفين يا ولاد، انا تعبت جدا في تربيتكم. وهدية عيد الأم وهدية عيد الأم. مش بطاله، هو ده اللي كان نفسي فيه من ده زمان. طقم كوبايات وكل سنة بيجيلك ده انا منه. خدته ب29 جنيه ونص، فصلت وخدته ب40. جدع، طلع ناس شبههم. الواحده مننا تربي وتخلف وتكبر، في الاخر شحطه ما لهمش لازمه. ولا أمك بترمي علينا ولا إيه؟ مش عارف، هو عيد الام بكره؟ استنى كده، يا نهار أبيض ده النهاردة. طب المفروض نعمل ايه؟ يلا ننزل نلعب كورة. وتعبت اكتر في تعليمها. ده طقم كوبايات ب10 جنيه وأنا جايب لك كبة وخلاط ب20,000 جنيه. ليه، من زورة؟ لا من رنين 10 سنين. جبت لك هديه عيد الام، مج وعليه صوت. صورتك هو تعبت في الحياه يا ابني عشان اطيقك على المطبخ، وتعبت جدا في غسيل هدومكم، بالذات انت يا رامعه. انت بتضحكي عليا ولا صغيره انت؟ شفتي ضحكت عليا بنت صغيره اهو، انا مش هتكلم بس عشان انت واحده كبيره. هو انتوا هتجيبوا لي هديه ايه بقى في عيد الام؟ هو احنا لو هنجيب هديه عيد الام هنجيب لها هي ولا هنجيب للبيت؟ في عيد الأم بنجيب لها حاجة للبيت، في عيد ميلادها بنجيب لها حاجة ليها هي. يعني الواحده كده دي لو دعت عليك هتحرقها. ليه، هو انت شايفاني شطان ولا انا عشان لابس لك احمر يعني؟ بص التكييف ده، الصيف داخل علينا. بص التلفزيون ده بقى، عايزه تلفزيون في المطبخ. أكيد أنت بتقولي لي الحاجات دي أجيبها في شقتي لما أتجوز، صح؟ يا خساره التعليم فيه.